بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. قال: وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. ففي هذه الأحاديث المباركة من حديث أبي هريرة ومن حديث أيضا ابن عمر وفي عدة روايات، يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال. قال النووي: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. ويشهد له قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والحديث عام، يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات. ولا يجب الصوم بالحساب الفلكي أو بهذه التقويمات الموجودة على المساجد وغيرها، لأن الشرع علق وجوب الصوم بالرؤية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم والمعتمد عليه، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. انتهى كلامه. وهل هذا ثبتت رؤية الهلال في بلد تلزم بقية الأمصار؟ هل إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد هل تلزم بقية الأمصار في مشارق الأرض ومغاربها؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال في هذه المسألة، أقواها فيما يظهر وجوب الصوم على من رآه ومن كان في حكمهم، بحيث يكون بينهم وبينه توافق في مطالع الهلال، فإن لم تتفق المطالع فلا يجب الصوم عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزمه الصوم، وإلا فلا، وهو الأصح عند الشافعية، وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحجة هذه الأقوال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب سبحانه وتعالى الصوم على من شاهده. فالذين يختلفون مع من شاهده في المطالع لم يشاهدوه لا حقيقة ولا حكما. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علل عليه الصلاة والسلام الأمر بالصوم بالرؤية. ومن يختلف بالمطالع مع من رآه لا يقال أنه رآه حقيقة،
ولا حكما. ومعلوم أن التوقيت اليومي تختلف فيه الأمصار، فإذا ظهر الفجر في المشرق لا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا في رمضان، مثلا لقوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكما تختلف الأمصار في الإمساك والإفطار اليومي، يجب كذلك أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، لأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد روي في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة المطالع. والوجه الثاني في معنى التقدير كما في لسان العرب: قدر عليه الشيء يقدره قدرا وقدرا، وقدره أي ضيقه. ومن قدر عليه رزقه، قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. وكذلك قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. معنى فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فيكون معنى ذلك فاقدروا له من التضييق، فتضيق على رمضان. فنكمل عدة شعبان 30 يوما، فنجعل النقص على رمضان، وهذا هو الصواب فيما يظهر ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه أيضا، ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فاكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30 عدة شعبان. وفي حديث أبي هريرة قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكما مر حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صريح بأن صوم ذلك اليوم محرم، لأنه صيام يوم الشك. وهذا ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى، وإلى هذا ذهب الجمهور. فقالوا المراد بقول فاقدروا له أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30. ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قول فاكملوا العدة 30. فالخلاصة أنه يجب صوم رمضان إما برؤية هلال رمضان من جهته المغرب، وإما أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهكذا أيضا كذلك في ختام شهر رمضان، فإنه ماذا؟ إما برؤية هلال أول شوال، وإما أن نكمل عدة شهر رمضان، فيكون بذلك يختم. والرؤيا كما تقدم أنها بشهادة عدلين أن يشهد بذلك أمام المحكمة الشرعية المعتمدة لدى الحكومة، وليس كل أحد إذا رأى الهلال جاز له أن يصوم. ليس كل أحد إذا رأى هلال رمضان جاز له أن يصوم، أو رأى هلال شوال جاز له أن يفطر. ولو رأى ذلك 20 شخصا ولم يعتمد على شهادة القضاء أو المحكمة الشرعية، فإنه لا يجوز لهم أن يفطروا ولا يجوز لهم أن يصوموا أول رمضان، وإنما ذلك يكون على صورة الإجماع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فلا بد أن يكون ذلك بشكل جماعي حتى تتحد كلمة المسلمين ولا تتفرق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته، ونسأله أن يرزقنا وإياكم الجنة، والحمد لله رب العالمين.